بكل تفاؤل وثقة عالية يستعد المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس الأمم الإفريقية 2013 مكتمل الصفوف تحت قيادة المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش الذي كون فريقا جديدا لخوض غمار المنافسة الإفريقية. محارب الصحراء في مجموعة الموت التي تضم منتخبات الساحل العاج وتونس والتوغو، لكن رفقاء مصباح وحليش لا يخشون أي منافس. الآن ماناش مركزين في المجموعة، خاصة مركزين في الفريق تاعنا، تحسين الفريق تاعنا وتحضيره كما ينبغي، خاطش كي نكون الفريق تاعنا في أحسن أحواله نظن باللي يقدر يفاجئ أي فريق يلعب ضده. ستكون مجموعة صعبة، يجب أن نحتاط من باقي المنتخبات، لكن يجب أن لا نخافهم. مباراة تونس ستكون مصيرية بالنسبة لنا، لكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد، ومع المجموعة الموجودة أعتقد أنه بإمكاننا الذهاب بعيدا في هذه البطولة. اختار المدرب حليلوزيتش أن يعسكر بمدينة روستنبورغ شمال شرق جوهانسبورغ وخوض المباراة الودية الأولى أمام البلد المنظم جنوب إفريقيا بملعب أورلاندو بجوهانسبورغ، والتي انتهت بالتعادل السلبي، واستطاع الجهاز الفني التأكد من جاهزية اللاعبين قبل خوض المباراة الثانية أمام نادي بلاتينيوم ستار الجنوب إفريقي. اليوم كانت مباراة للطاقم الفني باش تكون عنده حتى ولو ينيدي فكرة على كل جاهزية اللاعبين. كانت مباراة نظن فيها كانت مرحلتين، نظن باللي الشوط الثاني كنا أحسن، كانت في عدة فرص من الطرفين، كنا نجموا كما كان نجموا يسجل لنا الخصم، ولكن نظن في المجموعة أن المدرب اليوم نظن جرب 6 لاعبين 17 لاعب، مازال باقي لنا مدة تحضير حتى المباراة الأولى يوم 22. الشيء الايجابي هو اليوم هو الفريق تاعنا ما خداش اهداف ضد فريق، حتى ولو نقولوا اليوم فريق جنوب افريقيا، فريق المنظم الدوره وفريق يلعب في بلده. 23 لاعبا اختارهم حليلوزيتش بعناية كبيرة، أغلبهم لم يشاركوا مع المنتخب في الكأس الإفريقية الماضية، من أبرزهم سفيان فغولي لاعب فالنسيا الإسباني وجمال مصباح لاعب أي سي ميلان الإيطالي، لكن روح الفريق الواحد والتفاهم الكبير بين اللاعبين قد يصنع الفارق مع محارب الصحراء. إذن المنتخب الجزائري وبكامل نجومه يحضر للمونديال الإفريقي وسط تفاؤل كبير للوصول إلى أبعد مرحلة في هذه البطولة. نسيم روبيكا، الجزيرة الرياضية، جوهانسبورغ. التفاؤل يسود أجواء المعسكر الجزائري في انتظار بداية الرحلة أمام تونس. إيمانويل، أكيد مجموعة شابة متجانسة تعرف ما لها وما عليها. من خلال التقرير يبدو بأن كل الظروف مهيئة لتظهر الجزائر بصورة إيجابية ورائعة في هذه النهائيات. حينما نطبق منطق الكرة لابد أن تكون هناك تجهيزات جيدة. إذا كنت تخوض كأس أفريقيا فعلى المدرب وعلى الطاقم الفني أن يطرح الأسئلة التالية: كيف يمكن أن نجعل اللاعبين يتأقلمون مع الأجواء العامة لهذه المنافسة؟ ولكن كان قرارا حكيما من الطاقم الفني للجزائر أن يقوم بالتحضيرات على أرضية ملاعب جنوب إفريقيا، لأن ذلك سيساهم من مأمورية التأقلم. مثل ما قلت لكم في السابق، اللاعب فغول الذي ينشط في نادي فالنسيا أداؤه يثلج الصدور في الوقت الراهن. إذن عملية التأقلم هذه ستؤتي أكلها، لأن المنتخب الجزائري قرر أن يقوم بالتجهيزات والتحضيرات في جنوب أفريقيا. إذن هذا هو المنطق المتبع في عالم كرة القدم، وأنا أثني على خيارات الطاقم الفني والمدرب حليلوزيتش الذي قرر أن تكون التدريبات على أرضية ملاعب جنوب أفريقيا. حينما نتكلم على المنتخب الوطني فنحن نحكي أو نتكلم على المنتخب الذي سيرفع راية الوطن، وهناك العديد من التوقعات من اللاعبين. وكرة القدم السابقة
يمكن أن تجلب الفرحة والسعادة لكل الجماهير، ولا يشك اثنان في مدى أهمية وتاريخ الجزائر الحافل بالعطاء الكروي الذي أثلج صدورنا في الماضي. التقرير ربما ترجم الرغبة الكبيرة للكتيبة الجزائرية، الأجواء مثالية، الاتحاد الجزائري هيأ كل الظروف. هل هذا يظل معطى إيجابي مع الوقوف عند نقطة مهمة، الجانب النفسي، على اعتبار ثقل وقيمة المباريات هي أقوى المجموعات على الإطلاق؟ أولا نظن أن كل الظروف مهيئة للفريق باش يكون على الأقل في المنصة، يعني على الأقل لما نقولوش الكاس إن شاء الله ناخذوا الكاس. بالنسبة كاين 3 حلقات في كرة القدم. الحلقة الأولى هي الحلقة الإدارية. بالنسبة للحلقة الإدارية تكلم محي، قال باللي الجزائر ممكن تكون أحسن من بعض الدول الأوروبية من ناحية اللوجستيكية، يعني من ناحية الإمكانيات المادية الموفرة. مدرب حب معسكرات في الجزائر كانت، حب معسكرات خارج الجزائر كانت، حب يمشي الجنوب إفريقيا في جوان وكان كذلك، وتعرف التكلفة قداش، وتعرف الفنادق ومراكز التمرينات كيفاش. حب مباريات ودية، كانت مباريات ودية. عنده الرجل رقم 13 يعرف هو شكون اللي مساند ويحميه من في يعني في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الافريقي. الحلقة الثانية حلقة اللاعبين. بالنسبة للاعبين بعد التغييرات اللي دارهم المدرب، بعد جاو لاعبين جدد، الخبرة ناقصة صحيح، لكن العزيمة موجودة والإرادة حب الانتصار، التحدي موجود، انضباط موجود. لاعبين عندنا لاعبين في الهجوم اللي عندهم ثقة كبيرة كما فاغولي، كما قدير مشى المارسيليا بعد فالنسيان. الخبرة أنا نظن الخبرة بعد الدور التمهيدي تقول الفريق عنده الخبرة ولا لا، لأنها مباراة إقصائية. لكن في الدور التمهيدي كاين 3 مباريات نلعبوهم، يعني ما تكونش كاين الحلقة الثالثة اللي هي حلقة المدرب كان عنده الوقت تاع العمل من جوان 2011 حتى لهذا الوقت. كون فريق، ما كانش عنده رهان رياضي، ما كانش عنده مباريات رسمية كثيرة. بعد بدا المباريات النتائج مشات الحمد لله. كل الجزائر، كلنا احنا جزائريين سندناه. نحى لاعبين، جاب لاعبين، رجع بوعزة، رجع بزاز، رجع حليش، الحارس بدون منافسة، الأحسن بدون منافسة تقريبا، مصباح بدون منافسة، والناس مسانداته لأن النتائج تمشي. كون جاء سعدان ولا المدرب اللي جاء بعد سعدان كرة معلقوه في باب جديد ولا في باب الواد، باش تعرف باللي المساندة موجودة من عندنا، من عند الشعب الجزائري. يخدم في راحته، ما نظنش ما كانش حاجة عائق يتكلم عليه المدرب ولا يعني، باش كل الظروف مهيئة وباش الفريق ان شاء الله يكون في المستوى. زيد المدرب مشات، كانت عنده خبره تاع 2010 مع الكوت ديفوار وما مشاتش مليح في كاس افريقيا، يعني عنده اليوم عنده فكره اخرى، عنده تجربه اخرى على كاس افريقيا تاع 2010 باش ما يتجنب الاخطاء اللي صاروا في 2010. كباتن، لدينا متسع من الوقت لنواصل الحديث ونقف عند كل التفاصيل الصغيره والكبيره التي تهم المشاركه الجزائريه في نهائيات افريقيا. كل ذلك مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، تفضلوا بالبقاء معنا.